عندما تكون وحدك بائس بدون صديق. لا وكمان بطلنا الكل كان بيتنمر عليه لأنه ضعيف وفاشل وما بيعرفش يعمل أي حاجة، ولكن دوام الحال من المحال. فجأة الكل اكتشف ان بطلنا اكتسب قوة أسطورية، اكتسب نظام خارق اداله قوة سحرية واللي من خلاله هيقدر يروض أقوى الوحوش. طب ازاي بقى تحول من عيل بائس وضعيف لشخص بالقوة دي؟ ده بقى اللي هنشوفه دلوقتي يا صديق الملك. بس يا ريت قبل ما نبدأ تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعال اقول لك الحكايه بدات ازاي يا صديقي. بتبدا قصتنا عن خبر بيعلنوه في نشره الاخبار، وان في وحوش شيطانيه كتير بتحترق في السماء وبتهاجم المباني السكنيه في المنطقه الشماليه. بعد كده بقى وفجاه بيقع تنين شيطاني متعور في المنطقه السكنيه، وفي وسط كل ده ما بيحصل بنشوف بطلنا شياو شينجيو، واللي بيكون طالب غلبان كده وفي حاله وفي المدرسه الثانويه. وساعتها الوحش الشيطاني بيكسر عليه حيطان البيت فبيخاف شياو. بس ساعتها بقى بتساعده سوريان، واللي بتكون مديرة أكاديمية التنين الأزرق السماوي، وكمان واحدة من مروضي الوحوش. والمعلمة دي بقى بقوة أسد اللهب بتقدر تقتل التنين الشيطاني. بعد كده بقى وفي الوقت ده شياو وشه كله بيكون متلطخ بدم التنين، بس وقتها سو بتطلع الكارت الأكاديمي وبتوعده إن هي هتعوضه عن الخسائر كلها. بس هنا بقى بطلنا شياو بيتفاجئ أكتر، وعلشان نفهم إيه اللي حصل بالظبط، من 1000 سنة كده كانت الوحوش الشيطانية تحت حكم عشيرة الأنين، وكان قائدهم الحاكم الشيطاني عنده رغبة كبيرة جدا إنه يدمر الجنس البشري، وفعلا خد جيش علشان يغزو العالم البشري. كان عايز يحوله لظلام ملهوش نهاية، ولكن ساعتها بدأ شوية شباب يصحوا قوتهم الروحية، فظهر منهم اللي عنده القدرة على السيطرة على الوحوش الشيطانية، ودول بقى اتعرفوا باسم مروضي الوحوش. بعد كده بقى بنرجع لبطلنا شياو واللي نفسه قوي يكون مروض وحوش، بس للأسف معهوش وحش ولا حتى معاه فلوس علشان يشتري وحش. بس بعد كده وفجأة بيظهر له كلب، فبيتفاجئ بطلنا انه كلب العاصفة، واللي معروف انه ضعيف ومش محتاج لقوة روحية. بس في نفس الوقت بطلنا بيفرح لانه اخيرا بقى عنده وحش، وفي دماغه انه ممكن يبقى سيد الوحوش. بعد كده بقى شياو بيفتكر ان امتحان مروضي الوحوش الوطني هيبقى خلال 3 ايام بس، وممكن ما يقدرش يوصل له في الوقت المناسب. وبعد كده بيحاول يصحي قوته الروحية. بعد كده بقى وفي مدينة تشينج فينج بيروح شياو محل سادة الوحوش علشان يديهم كلب العاصفة لأنه مش هيقدر يهتم بيه، ولكن الزعيم هناك بيتريق عليه وبيقول له ده كلب عاصفة، ده سلالة الدم بتاعته ضعيفة قوي ومش هيقدر يتطور، يعني ملهوش أي لازمة خالص، ومين الغبي اللي هيحب يشتري حاجة زي دي، يلا ابعد من هنا. فهنا بقى شياو بيتضايق، وبعد كده بقى وفجأة بيشوف كده زي واجهة نظام، والواجهة دي بتقول له إن كلب العاصفة في المرحلة الأولى من المستوى الأول، وإن عنده موهبة مخفية اسمها نار الجحيم، واللي بتقدر تخترق درع العدو، وكمان ليه مسار تطور ويقدر يتحول من كلب عاصفة لذئب صيد الجحيم، وبعدين بقى الذئب الجحيم السفلي، واخر تطور بالنسبة ليه ممكن يوصل لذئب جحيم يا مسامي. فبيتفاجئ شياو ان هو الوحيد اللي قادر يشوف واجهة النظام دي، وان هو الوحيد اللي عارف ان كلب العاصفة ده ليه مسار تطور مخفي. وفي اللحظة دي بيظهر سو تشي، واللي بيكون اغنى رجل في المدينة، وبالرغم من كده لسه في 3 ثانوي، وكان دايما بيرخم على شياو وبيتنمر عليه. وهنا بقى سو بيتريق على كلب العاصفة، وان شياو عمره ما هيقدر يشارك في اختبار مروضي الوحوش. المعلم بقى بيحاول يستفز شياو اكتر، وكمان بيتباهى ان جيانج لينا صديقة بطلنا السابقة غدرت بيه وراحت لسو علشان معاه فلوس، يعني خاينة بتاعت فلوس. بعد كده جيانج دي بتيجي على السيرة بتتريق هي كمان على شياو، وبتحاول تهدي سو وبتقول له بلاش تنزل لمستواه، ده عيل فاشل وانا سبته من فترة طويلة، وماسك كلب دلوقتي ولا ليه اي لازمة ولا حتى ليه مسار تطور. في الوقت ده بقى شياو بيقول لنفسه مين اللي قال ان كلب العاصفة ملهوش لازمة ولا ليه مسار تطور؟ خلينا نشوف اذا كان هيبقى ليه مستقبل
هتقبل ولا لا. بعد كده بقى وبعد 3 ايام في ساحة زيلن بيعلنوا عن بداية امتحان ترويض الوحوش الوطني، وبيطلبوا من كل المرشحين يدخلوا للمكان علشان الامتحان هيبدأ رسميا. بس وقتها بقى بيتفاجئ الكل ان شياو عايز يشارك في الامتحان الوطني لترويض الوحوش، وبيقولوا انه ازاي هيشارك وان عمره ما كان عنده وحش ولا حتى عنده فلوس علشان يشتري. وبالرغم من كده سجل برضه في الامتحان من 3 ايام، وكمان سجل في اكاديمية التنين الازرق. وهنا بقى الكل بيبدأ يتنمر على شياو من تاني، وانه ازاي هيسجل في اكاديمية التنين الازرق واللي تعتبر واحدة من افضل 4 اكاديميات كبرى. وبيقفلوا الكلام وهم بيقولوا على شياو انه عيل فاشل. ساعتها بقى بيكون شياو سامع كل ده والغضب بيملأ قلبه. بعد كده بيوصل لمدرس القبول وبيقول له انا هنا علشان الامتحان. بس ساعتها بقى تشين مدرس القبول في اكاديمية التنين الازرق في منطقة تشينج فينج بيقول له هو انت شياو تشينج؟ فبيرد شياو وبيقول له ايوه وانا هنا علشان الامتحان. فهنا بقى تشين بيقول لنفسه هو ده الطالب الوحيد اللي من منطقة تشينج فينج اللي اتقدم لأكاديميتنا. بس في الوقت ده بيوصل سو وبيضحك باستهزاء وبيقول له انت حقيقي مش عارف حتى حدودك؟ خلال ال5 سنين اللي فاتوا مفيش الا 8 طلاب بس من مدينة تشينج فينج اللي اتقدموا علشان يدخلوا الأكاديمية، والنتيجة كانت لم ينجح احد. وانت جاي وتعب نفسك وفاكر نفسك هتقدر تنجح كده؟ بص يا سيدي، لو انت قدرت تدخل أكاديمية التنين الأزرق انا ساعتها هنحني على ركبتي قدامك، لا وكمان هقول لك يا بابا. ولكن وقتها شياو بنظرة كلها شر بيقول له ابلع لسانك وجهز نفسك علشان تناديني بالبابا. بعد كده بقى بيتجه للأستاذ تشين وبيقول له هو فين الاختبار يا استاذ؟ فبيرد تشين وبيقول له بص يا ابني انا لازم اوضح لك حاجه الاول، اختبار قبول اكاديميه التنين الازرق صعب شويه، وبعدين مش هيبقى عندك اي فرص احتياطيه ومش هتقدر تقدم ابدا في اي اكاديميه مروضي وحوش تانية. فبيبدا الكل يضحك ويتريق على شياو وبيقولوا ان درجه نجاح القوه الروحيه في اكاديميه التنين الازرق لازم تبقى 800 وشياو مش هيقدر يوصل لها ابدا، وعلشان كده بيقدموا طلبات لمدارس مروضي الوحوش العاديه. ولكن شياو وبيصمم اكتر وبيقول له انا فهمت يلا بينا نبدا. فبيقول له الاستاذ تشين اول اختبار هيكون حوالين اختبار القوه الروحيه، وبيطلب منه يحط ايده على بلوره اختبار القوه الروحيه وده علشان تكشف عن قوته الروحيه. ومجرد ما بيحط شياو ايده على البلوره بيظهر ان قوته الروحيه 316. فبيتريق سو وبيقول له هي كنت فاكر نفسك هتعمل حاجه؟ ده انت مش هتقدر حتى توصل للحد الادنى لاكاديميه التنين الازرق. وفي نفس الوقت الاستاذ تشين بيحس بخيبة أمل وبيقول لنفسه كنت فاكر إن هيكون فيه طالب كويس. بعد كده بينده على اللي بعده، ولكن فجأة بتبدأ القوة الروحية تتغير وبتزيد وبترتفع لحد ما بتوصل ل 956. فبينصدم الكل وبيقولوا ده جنون، ازاي مقياس القوة الروحية يقرأ العدد ده كله؟ اكيد في حاجة غلط. وفي نفس الوقت بتستمر الزيادة لحد ما بتوصل ل 1028. ساعتها بقى الكل بيكون مصدوم وبيقولوا يا ترى ده اي نوع من الوحوش بالظبط. بعد كده بتحدد البلورة الروحية عدد الوحوش اللي يقدر سيد الوحوش يتعاقد معاها، وده لان كل 100 نقطة يعني وحش واحد. وعلشان بطلنا شياو عنده 1028 نقطة روحية كده يقدر يبقى سيد وحوش ل10 وحوش، وده بقى بيقولوا عليه سيد وحوش ل10 نجوم. وقتها بقى الاستاذ تشين بيقول ما كانش فيه الا عدد قليل جدا اللي قدروا يوصلوا للرقم ده خلال السنين اللي فاتت، محدش عملها من وقت طويل. وبيقول لنفسه واضح ان مملكة التنين لقت العبقري اللي جاي. بعد كده بقى بيعلن ان قوة شياو الروحية 1028 نقطة يعني قريبة من رقم البنت العبقرية يينينج، ودي اللي وصلت السنة اللي فاتت ل 1030 نقطة. وقتها بقى الكل بيتصدم وبيقولوا ما كناش نتوقع ان شياو قوي للدرجة دي، وكمان اقل من يي بنقطتين بس. بعد كده بقى وفي الوقت ده الواد سو بيحاول يداري خيبته وبيقول لسه الامتحان مكون من جزئين، فاضل اختبار. والبت جيانج بكل غل بتقول مش هيقدر ينجح ابدا في الاختبار اللي بعد كده. بس في نفس الوقت بنشوف المسؤول عن صيانة البلورة الروحية واللي بيقول للاستاذ تشين ان كان في غلط بسيط في مقياس القوة والنتيجة الحقيقية للشياو هي 1032 نقطة. هنا بقى بيتصدم الاستاذ تشين وبيقول لنفسه يعني كده اعلى من يي بنقطتين يا شياو يا ابن اللعيبة. وهنا بقى بيقول لعامل الصيانة خلي الموضوع ده سر ما بيننا وما تقولش اي حاجة لاي حد دلوقتي. بعد
كده بيعلن الاستاذ تشين بداية الاختبار التاني، واللي هي اختبار جودة سلالة دم الوحش، وبيطلب من شياو يستدعي الوحش بتاعه، فبيستخدم شياو قوته وبيستدعي كلب العاصفة. بس هنا بقى بيتفاجئ الكل وبيقولوا مش ده كلب العاصفة، ده قليل جدا في جودة سلالة الدم. بعد كده بقى وفي نفس الوقت الاستاذ تشين بيحس بخيبة امل، وبيقول لنفسه مع قوته الروحية دي المفروض وحشه الروحي يبقى اقوى من كده، وكمان جودة سلالة الدم عامل رئيسي علشان يحصل على التطور المستقبلي. بس واضح ان وحش شياو سلالته ضعيفة جدا. وهنا بقى بيقول لشياو انا اسف بس وحشك ولسه هيكمل. فبيتفاجئ ان كلب صيد العاصفة اتطور وفجأة بقى ذئب صيد الجحيم، واللي بيقف بكل قوة وعينه كلها شرار. فبيتفاجئ الكل وبيقولوا ازاي ده كلب العاصفة، ده مش ممكن يتطور ابدا، ازاي بقى ذئب صيد الجحيم وعنده مهارة النار والرياح، ازاي بس بقى من سلاسل الجحيم. وفي اللحظة دي الأستاذ تشين بيقول لنفسه يا ترى دي مرحلة التطور التانية، واضح إن شياو ده حد مميز. وبكده بينجح شياو في الاختبار وبيسجل في أكاديمية التنين الأزرق. بعد كده بقى وفي الوقت ده الواد سو والحلوة بتاعته جيانج بياخدوا بعضهم ولسه هيمشوا، ولكن شياو بيوقفهم وبيقول لسو انت رايح فين؟ مش لازم تودع بابا الأول؟ فبيغضب سو وبيغدر بيه وبيقول له عمري ما هندهلك كده أبدا، اعمل اللي انت عايزه. ولكن ساعتها بقى بينده شياو لذئب الجحيم، فبيدوس الذئب على سو وبيخليه ينحني قدام شياو. بعد كده بقى شياو ما بيهتمش وبياخد بعضه ولسه هيمشي، بس بتوقفه جيانج وبتعمل فيها البت البريئة، وقال يعني لسه بتحبه وبتحاول تلم الموضوع وبتقول له في الفترة اللي سيبنا فيها بعض انا حسيت ان انت مش مجرد صديق واتكونت جوايا مشاعر اتجاهك، يا ترى في فرصة ان احنا نرجع لبعض؟ يا خاينة يا بنتل، دلوقتي بس بعد ما الراجل بقى قوي عايزة ترجعي له. وبالفعل المعلم شياو بيرفض الكلام ده وبيسيبها وبيقول لها انا اسف بس مش هبص للماضي بعد كده. فجيانج بتفضل تتحايل عليه ولكن شياو بيسيبها وبيمشي. بعد كده بقى وفي الطريق بيطلع شياو تليفونه علشان يتصل باخته ويسمعها الاخبار الحلوة دي، وبيقول اكيد هتفرح لما تعرف ان انا دخلت اكاديمية التنين الازرق. وبالفعل بيتصل على اخته ولكن بيتفاجئ انه بيسمع اصوات غريبة. وقتها بقى شياو بيخاف على اخته جدا. وفي ضواحي مدينة تشينج فينج وبالتحديد في سوق المزارعين واللي بتكون هجمته مجموعة كبيرة من الوحوش الشيطانية، والكل في حالة خوف، الكل عمال يجري يدور على عياله والنار مولعة في كل مكان. وساعتها بقى بنشوف اخت شياو مستخبيه ومعاها طفله صغيره، وفجاه بيظهر وراها وحش شيطاني. بس في اللحظه دي بيوصل شياو اللي بيكون متوتر جدا وخايف على اخته، وبيقول لنفسه يا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط واختي راحت فين؟ فبيتفاجئ بالوحش الشيطاني اللي بيهجم على اخته، فبيجري شياو بسرعه كبيره علشان ينقذ اخته، وبيكون معاه ذئب عاصفه الجحيم. ساعتها بقى النظام بيبلغ شياو ان المهارات المتاحة هي عاصفة الجحيم، وبيسأله لو عايز يستخدمها. وبالفعل شياو بيستخدمها ولكن بيتفاجئ ان مفيش اي حاجة حصلت. وفي الوقت ده الوحش الشيطاني بيكون خلاص هيوصل لاخته، فبيخاف شياو اكتر وبيقول لنفسه خلال الهجوم اللي كان قبل كده مرودي وحوش اكاديمية التنين الازرق كانوا بيقولوا شوية تعاويذ، خليني كده اقولها انا كمان. بعد كده بقى وفعلا شياو بيقول شوية تعاويذ وشوية كلمات كده مش مفهومة يا صديقي. وفعلا بعدها ذئب عاصفة الجحيم بياخد هيئته وبيستخدم مهارة زئير عاصفة الجحيم، فبيدمر الوحش الشيطاني وبيهزمه. يا ولاد اللعيبة، وقتها بقى شياو بيقول هي دي قوة سيد الوحوش ولا ايه؟ بعدين بيتفاجئ ان اخته لسه قريبة من الوحش فبيخاف عليها. بعد كده بقى بيعتذر لها وبيقول لها معلش انا اتأخرت عليكي، بس كويس انت لسه بخير. فاخته بتقول له انت ازاي عملت كده؟ فبيفرحها شياو وبيقول لها اخوكي دلوقتي دخل اكاديميه التنين الازرق، وانا دلوقتي سيد وحوش، وده الوحش اللي انا تعاقدت معاه ذئب عاصفه الجحيم. وفي نفس الوقت الكل بيتفاجئ وان ازاي قدر شياو على الوحش اللي دمر سوق المزارعين. وفي نفس الوقت اخته بتكون انقذت البنت، بس بعد كده بقى وفجاه بتظهر زي فجوه كده في جسم الوحش، وبيظهر جواها زي بلورة حاجه كده جواها نواه. وقتها بقى شياو بيقول
بيقول لاخته تعالي نروح نشوف ايه اللي بيحصل ده. ومجرد ما بيقرب شياو النظام بيبلغه ان دي نواة وحش، واللي بتكون نواة اولية، وبنعرف ان صفات النواة دي هي السم، واللي بتزود صفة السم والخبرة. وساعتها بقى شياو بيمسكها وبيقول لنفسه رغم انها مجرد نواة اولية بس ليها صفة السم، وبيديها لذئب عاصفة الجحيم، وبيقول لنفسه حتى اقل مكسب ممكن يساعد ذئب عاصفة الجحيم بتاعه يتطور. وهنا بقى شياو بيقول للكل استريحوا خلاص الوحش مات. فالمزارعين بيشكروه وبيقولوا عليه بطل. وبعد كده بقى البنت الصغيرة اللي اخته انقذتها بتقول له انا عايزة اكون سيدة وحوش زيك. فشياو بيشجعها وبيقول لها انا مؤمن بيكي، في يوم من الايام اكيد هتكوني سيدة وحوش احسن مني بكتير. بعد كده بقى بيرجع شياو البيت وبينام علشان يستريح. وفي الوقت ده اخته بتخش تبص عليه بس بتشوف علامة غريبة في ظهره، واللي هي علامة لعنة التنين. وهنا بقى بتتصل بحد وبتقول له علامة لعنة التنين لسه زي ما هي في مكانها، وكمان جوهر ملك التنين لسه سليم. فازاي قدر شياو يعمل عقد مع وحش؟ في اللحظة دي بقى الشخص اللي بتكلمه بيقول لها واضح ان قدره كده، راقبيه كويس. فبترد وبتقول له حاضر هراقبه كويس قوي. بعد كده بقى وفي محطة القطر بنشوف شياو واخته بيستعدوا علشان يسافروا، وساعتها الناس اللي انقذوهم في سوق المزارعين بيودعوهم وبيجمعوا فلوس كتير مع بعض علشان يشتروا لهم هدايا، وخلاص بيودعوا شياو. واثناء ما هم في القطار بعد كده بيبلغوهم ان في تقارير عن وجود حيوانات على طول خط السكه الحديدي اللي قدامهم، وعلشان كده ممكن القطر يتهز شويه، ولكن القطر بيقدر يعدي منطقه الخطر بشكل طبيعي وبيوصلوا لمدينه لونجيين. ولكن فجأة القطر بيتهز جامد، وهنا بقى بينبهوا الكل إن في مجموعة من الوحوش واللي معروفة باسم القرود العملاقة واللي ليها 3 عيون موجودين قدامهم، وبيطلبوا من الكل يحضروا حاجتهم ويستعدوا كويس. فبيخاف الكل وبيقولوا هم مش قالوا ان احنا عدينا منطقة الخطر؟ ولكن فجأة سقف القطر بيبدأ يتكسر وبتهجم القرود العملاقة عليهم من السقف. وقتها بقى شياو بيقول لاخته استخبي هنا وما تخرجيش خالص. فبتقول له اخته طب وانت هتعمل ايه؟ اوعى تروح هناك. ولكن شياو بيخرج وبيقاتل القرود العملاقة بقوة كبيرة جدا. بعد كده بقى وفجأة بتظهر تشين واللي بتكون بنت رئيسة نقابة السماء، وبتقول لشياو لو كنت هتقف تتفرج بس فارجع بدل ما تموت احسن. وبعد كده بتستخدم قوة الرعد، فبيظهر وحش ثعلب الرعد صاحب ال3 ديول، واللي كل ديل من ديله بيتجه قريب من العدو وعلى طول بيكهربه. فبيتفاجئ شياو وبيقول لنفسه الرمح اللي معاها ده حاجة عالية قوي، وكمان معاه وحش ذئب قوي، مش دي بنت رئيس نقابة السماء؟ وبتقدر تشين بكل قوة تخلص على القرد العملاق نهائيا. وفي الوقت ده بيظهر قرود عملاقة تانية وكلهم بيخرجوا مع بعض. بس ساعتها بقى شياو بيقول لنفسه القرود العملاقة اللي ليها 3 عيون مخلوقات اجتماعية، اكيد في منهم كتير تاني. بعد كده بقى بيستخدم عاصفة الرياح وبيقول لذئب عاصفة الجحيم يلا علشان نساعد مرودي الوحوش. وقتها بقى تشين بتحس ان الموضوع صعب لان في وحوش كتير، وكمان بيهجم عليها 2 من القرود العملاقة من الظهر. فبيتصرف شياو وبيستخدم تفويض الجحيم وبيربط القرود العملاقة بسلاسل روحية. هنا بقى بتتفاجئ تشين وبتقول له واضح ان انت كمان سيد وحوش، وساعتها بتشكره. وقتها بقى شياو بيقول لها هو الوحش بتاعك في الفترة الأخيرة بيبقى متحمس كده في ساحة المعركة، بعد كده بيبقى همدان وكسول، بتحس كده إنه بيظهر علامات إنه بيأذي نفسه. فبتتفاجئ تشين وبتقول له أنت عرفت إزاي الكلام ده؟ فبيقول لها شياو ده كده يبقى عنده صدمة ما بعد المعركة. أنا قرأت كويس عن الحالة دي في دليل أمراض مرودي الوحوش، وعرفت إن ثعالب الرعد بالذات معرضة إن هي تتصاب بمرض الصدمة. وفي نفس الوقت شياو بيقول لنفسه أنا مش قادر أقول لها بالظبط، بس أنا قادر أشوف حالة الوحش بتاعها عاملة إزاي. وهنا بقى تشين بتقول له دلوقتي بس انا فهمت ليه الثعلب بتاعي ما كانش بيضحك خالص في الفتره الاخيره. وبتشكر شياو وبتقول له من بعد كده انت اخويا الصغير. بس هنا بقى الغيره بتشتغل، واخت شياو بتتضايق ان ازاي تشين تاخد اخوها منها، وهنا بتمسك في اخوها وبتقول شياو مش اخو حد غيري، ده اخويا الصغير. فبتتضايق تشين وبتشد هي كمان في شياو وبتقول بس برضه شياو هيبقى اخويا الصغير، والاتنين بيتخانقوا عليه. بعد كده بقى وفي ساحة تدريب أكاديمية التنين الأزرق بيرحبوا بالطلاب الجدد، وساعتها بنشوف لين كانجز عميد أكاديمية التنين الأزرق، وكمان وانج دونج نائب مدير الأكاديمية، واللي بيكونوا واقفين مستنيين المديرة لحد ما توصل. وبعد كده وفجأة بيظهر أسد اللهب الأرجواني، وهنا بتظهر المديرة سوريان.
فبيطلبوا منها تقول كلمتين للطلاب الجداد، واللي مجرد ما شياو بيشوف المديرة سو بيتفاجئ وبيقول لنفسه مش هي دي الست اللي حاربت تنين الظل الشيطاني جنب البيت عندي؟ وبيتفاجئ ان هي طلعت مديرة أكاديمية التنين الأزرق. وهنا بقى بتقول المديرة مبروك لكل الطلاب اللي قبلت في أكاديمية التنين الأزرق، ولكن الأول خلوني أفكركم بحاجة، بغض النظر عن إنك كنت من عائلة غنية أو عائلة متواضعة، فالكل في أكاديمية التنين الأزرق بيمشي تحت قواعدي أنا، وخصوصا القاعدة اللي بتقول إن لو حصل أي خلاف بين الطلاب فدي ما بتتحلش غير من خلال مباريات الحلبة، وساعتها الخسران بيعتذر للفائز. هنا بقى شياو بيقول لنفسه القاعدة دي قاسية قوي، بس بالطريقة دي العائلات الغنية مش هتقدر تتنمر خالص على العائلات المتوسطة، ولا حتى هتقدر تستخدم أي سلطة خالص، وكده كل الطلاب هيكونوا زي بعض. بس يا ترى بقى شياو فعلا مش هيتعرض للتنمر؟ ويا ترى بقى قوته وقوة الوحش بتاعه هتوصل لحد فين؟ ده بقى اللي هنشوفه في القسم اللي جاي ان شاء الله صديقي. بس ثواني يا مالك، استنى عليا ما تمشيش. عايز اقولك ان دلوقتي نزل حكايه جديده على قناتنا الاساسيه مالك الانمي، حكايه كده من العيار التقيل قوي قوي يا صديقي، فلو كان اساسا ما وصلكش اشعار بالحكايه الجديده فهتلاقيني سايب لك رابط الحكايه تحت في التعليق المثبت يا صديقي. روح بقى فجر الدنيا هناك، واشوفك في القسم اللي جاي. سلام.